يسعد لي مساكم. هلا كنا نحن بصحار عم نشوف سيارة، في واحد عماني عم يقول لك شو قصة سوريا؟ كلها سيارات سيارات سيارات. يعني السيارات اللي نزلت على سوريا فقط من عمان، طبعا هذا واحد بالدولة خلينا نقول، فقط من عمان نزلت ما يعادل 450 ألف سيارة بس من عمان، من سلطنة عمان. قديش نزل من دبي، قديش نزل من كوريا، قديش نزل من أوروبا، من أمريكا. ما طبيعي. يعني بالفعل صارت السيارات تحت مثل شو بدنا نحكي، يعني مثل نقول الفواكه. وكل العالم اللي بيعرف بالسيارات واللي ما بيعرف بالسيارات صار بيشتري سيارات وينزل يتاجر فيها. اليوم عم يتواصلوا معي من تحت من سوريا، يقولوا لي بشان الله بدنا نبيع السياره براس مالها، ما عاد بدي اربح. صار في كساد تحت، وفي قرارات جديده بتطلع حاليا. يعني اتوقع انه يقولوا لنا من 2018 لل 2025 تصير سيارات تدخل على سوريا، ويفترض انه الشخصي ما بقى تنزل، تصير حصرا عن طريق شركات للتجاره يعني. فتعبت البلد والشوارع تحت ما بتستحمل. خلينا نفكر بشيء ثاني نحن كسوريين، نفكر بمعامل، نفكر بمصانع، نفكر باستيراد من الصين، باستيراد. يعني ما طبيعي كله سيارات سيارات سيارات. احنا اشخاص بالعالم عم نشحن هون، عم نشوف السيارات اللي عم تنزل. فلازم نفكر بشغله ثانيه. يعني صار تحت السوق عن جد، يعني لا يطاق سوق السيارات السورية، لا يطاق. سيارات نظيفة وما نظيفة، واللي بيعرف فيهم واللي ما بيعرف فيهم صار بده يشتغل بتجارة السيارات. عالم متجنسب اوروبا، متجنسب امريكا، شو تركوا اولادهم ونزلوا يشتروا سيارات ويبعثوا على سوريا. فخلونا نفكر بشيء ثاني نحن كسوريين مشان تنهض البلد، بل ما بتنهض بس بالسيارات، في امور كثيرة لازم نفكر فيها ونشتغل فيها.